السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. يا ترى ما هي أفضل وأعظم 10 أعمال تعملها في العشر الأول من ذي الحجة؟ هذا ما سنعرفه، ولكن بعد أن نصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة من رحمة ربنا، بل من كمال رحمة الله، أنه جعل لنا مواسم للطاعة نتنافس فيها ونتسابق فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ونحن الآن في العشر الأول من ذي الحجة، وناس كتير بتسأل يا ترى نعمل إيه؟ هقول لكم على أفضل 10 أعمال نعملها في العشر الأول من ذي الحجة. أول شيء نستقبل به العشر الأول من ذي الحجة التوبة الصادقة. والتوبة واجبة في كل وقت، لكنها تكون أشد وجوبا في أيام الخيرات وفي الأشهر الحرم وفي أيام البركات مثل أيام العشر الأول من ذي الحجة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأيام إلى الله، أحب أيام العمر وأحب أيام الدنيا وأفضل أيام الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رقم 2 من ضمن الأعمال التي نعملها المبادرة إلى الأعمال الصالحة. عايزكم تضربوا بسهم في كل عمل صالح، ما بين صيام، ما بين قيام ليل، ما بين قراءة قرآن، ما بين ذكر لله سبحانه وتعالى، صلة أرحام، بر والدين، صدقة ولو بالقليل، حسن الظن بالله، أعمال قلبية، الإحسان لليتامى والأرامل والمساكين، الإصلاح بين المتخاصمين، قراءة القرآن، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، دلالة الناس على الخير، نشر الخير بين الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اضربوا في كل خير بسهم بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 3 من الأعمال التي نعملها في العشر الأول من ذي الحجة أنه يستحب صيام 9 أيام الأول من شهر ذي الحجة، وبخاصة يوم عرفة. كان النبي يصوم الأيام 9 الأول من ذي الحجة، لكن إن لم تستطع وإن لم تستطيعي فعلى الأقل اوعوا تتركوا الصيام في يوم عرفة، لأن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم إن صيام يوم عرفة قال: إني لأحتسب أن يغفر الله به سنة ماضية وسنة قادمة، يعني يتغفر لنا 2 كاملين بفضل الله سبحانه وتعالى بصيام يوم واحد بفضل الله، اللي هو يوم 9 من ذي الحجة، اللي هو يوم عرفة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4 من الأعمال التي نعملها في تلك الأيام العشر قيام الليل. وقيام الليل كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا قام من الليل. النبي بيدعي له بالرحمة: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت، رفضت مش قادرة تقوم، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فإن قاما وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله أكبر. فيستحب قيام الليل طوال العام، لكنه يكون أشد استحبابا بفضل الله سبحانه وتعالى في العشر الأول من ذي الحجة. أما حديث من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، فهذا حديث ضعيف لا يثبت أبدا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، للأسف هو حديث منتشر. رقم 5 من الأعمال التي نعملها في العشر الأول من ذي الحجة الإكثار. وبقول إيه؟ الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس عن الأيام المعلومات أنها أيام العشر. طب الفرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات؟ الأيام المعلومات هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. طب والأيام المعدودات هي أيام التشريق اللي هي 11 ذي الحجة و12 و13 بفضل الله. يبقى إذن نحرص على الإكثار من ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ توصينا بإيه؟ فقال: فأكثروا فيهن، فأكثروا
ما قالش مجرد سبحوا، لا قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ولذلك كان سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنهما، كان يخرجان إلى السوق ويهللان ويكبران، فيهلل ويكبر أهل السوق لتكبير وتهليل ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. رقم 6 من الأعمال التي نعملها في العشر الأول من ذي الحجة: بر الوالدين وصلة الأرحام، وهي واجبة في كل وقت، لكنها تزداد وجوبا في مواسم الطاعات وفي الأشهر الحرم، في هذه المواسم العظيمة للخيرات والطاعات بفضل الله سبحانه وتعالى. وخصوصا يعني ايام الخير ديت، يعني ما فيش اجمل من لمه العيله فيها، وبخاصه لو كان هناك فرع فقير من العائله، نجبر بخاطره ونكرمه ونساعده ونفرح قلبه وندخل الفرحه عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني ربنا يطول له عمره ويكتر له رزقه، قال صلى الله عليه وسلم: فليصل رحمه. وفي رواية: فليبر والديه وليصل رحمه. الله أكبر. رقم 7 حبايبي من ضمن الأعمال التي نعملها في العشر الأول من ذي الحجة، أنا بحط لك أهو خريطة أهي، وأنت بقى على قد ما تقدر ابذل جهدك واضرب في كل طاعة بسهم. رقم 7 إن بفضل الله سبحانه وتعالى الإكثار من الصدقة، الإكثار من الصدقة. وإحنا قلنا قبل كده يا جماعة، قلنا إن إحنا رقم 2 قلنا المبادرة إلى الأعمال الصالحة، وقلنا اضرب في كل طاعة بسهم، ما بين بر والدين، ما بين صدقة، ما بين صيام، ما بين قيام، ما بين ذكر لله، ما بين أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فمن ضمنها الصدقة. الصدقة ولو بالقليل. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا له: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال لهم: رجل كان عنده عرض من المال، رجل عنده ملايين، فأنفق منها 100,000، كأنه تصدق بشوية من اللي عنده. أما الرجل الآخر فلم يكن عنده إلا درهمان، فأنفق درهما واحدا، يعني كأنه تصدق بنص ثروته، فسبق درهم 100,000 درهم، ومحدش عارف مين المقبول. يبقى إذن لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو وجه طليق. يبقى إذن تحاول بقدر الإمكان أن أنت تنفق على قد ما تقدر بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة المولى عز وجل أن النبي أمرنا في هذه الأيام بالعمل الصالح، وأطلق كلمة العمل الصالح ولم يحدد. لو قال لك إن الأيام العشر ديت ما فيهاش غير قيام ليل، فكان مشكلة بقى، ما حدش هيصوم. لو قال صيام بس ما حدش هيقوم مثلا. لو قال صدقة بس، لا، إنما نوعها وأطلق كلمة العمل الصالح. ليه؟ لأن في الفرائض كلنا هنأدي الفرائض، إنما في النوافل كل واحد بيجتهد في المنطقة اللي يقدر يجتهد فيها. في واحد عنده طاقة على الصيام ما شاء الله هيصوم 9 أيام، وفي واحد يقول لك والله أنا مريض وما أقدرش أصوم النوافل، بصوم رمضان بالعافية، لكن عنده قدرة على قيام الليل الحمد لله يصلي قيام الليل. واحد يقول والله أنا يعني ظروفي الصحية لا تسمح لا بالقيام ولا بالصيام، إنما تسمح بأن أنا عندي مال أنفق على اليتامى والأرامل والمساكين. إذا ده من رحمة ربنا وده من مصلحة الفقير، لأن لو كلنا هنصوم ونقوم ولا ننفق يبقى الفقير مش هيلاقي ياكل. إنما من رحمة ربنا تنوع العبادات في مواسم الخيرات بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 8 الأضحية، وهي سنة مؤكدة في حق القادر والمستطيع. واللي عايز يضحي يبقى يمسك عن شعره وعن أظفاره لحد ما يذبح في يوم العيد بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 9 من الأعمال الصالحة التي نعملها في تلك الأيام العشر: إدخال الفرحة على اليتامى والفقراء والمساكين والأرامل. يا حبذا، يا سلام، حضرتك هتجيب لبس العيد لأولادك، ربنا يفرح قلبك بيهم. إيه رأيك كده مع لبس العيد اللي هتجيبه لأولادك؟ لو ربنا يعني أعطاك القدرة والمال الحمد لله، ففي أسر فقيرة مش لاقية وأولادهم قلوبهم مكسورة، خصوصا الأطفال اليتامى. إيه رأيك أسرة جنبك كده، واحدة ست بتربي أطفال يتامى، عندها كم طفل؟ طفلين أو 3. زي ما هتجيب لأولادك هات لأولادها وفرح قلبهم، خدهم معاك للمحل وخليهم ينقوا ولو طقم واحد حتى يعيدوا بيه، وتدخل الفرح على قلب اليتامى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقارن ما بين السبابة والوسطى صلى الله عليه وآله وسلم.
يبقى نفرحهم وندخل فرحة على قلوبهم. هتذبح يعني ودي برضو ولو كيلو حتى ولو 2 كيلو برضو الأسرة فقيرة أو أرامل أو يتامى إلى غير ذلك، ودخل الفرحة على قلوبهم. فوالله في ناس غلابة والله ما بتشوف اللحمة إلا من العيد للعيد. تخيلوا حضراتكم، وفي أسر بتاكل اللحمة دي كل يوم. فما فيش مشكلة ان انت زي ما هتجيب لبيتك مثلا 5 كيلو او هتذبح في بيتك او هتعمل اي حاجة، تمام، طلع ولو شيء يسير جدا من اللحمة دي ووصلها للفقراء واليتامى وأطعمهم مما تأكل بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 10 ودي آخر حاجة، الثبات على الطاعة بعد العشر من الأول من ذي الحجة، لأن من علامات قبول الحسنة بعد الحسنة. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز، وخد بالك من حاجة بقى، احنا في عيد، ففي ناس بقى ايه بتعمل ايه ما شاء الله، تبدأ في الطاعة والبذل والعطاء والقيام والصيام، وتيجي في العيد تنفلت. شوف عمر بن عبد العزيز في يوم العيد دخل عليه رجال الأمة يهنئونه بالعيد، ثم خرج رجال ودخل الصبية الصغار، وكان من بين هؤلاء الصبية ابن عمر بن عبد العزيز اللي كان بيحكم 26 دولة، لكم أن تتخيلوا بيحكم 26 دولة. فدخل ابن عمر بن عبد العزيز، أبناء الرعية كلهم لابسين ثياب جديدة، وابن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين اللي بيحكم 26 دولة لابس ثياب رثة قديمة مرقعة. فنظر إليه أبوه وبكى وطأطأ رأسه هكذا. فتقدم هذا الابن وقال: يا أبتاه، ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة وأنت تلبس تلك الثياب القديمة. فابتسم هذا الابن الصغير الكبير وقال: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. الله أكبر. احفظ بقى الجملة دي، إنما العيد إيه؟ لمن أطاع الله. فكل لحظة بتعدي علينا في طاعة لله فنحن في عيد. وانت بتصلي قيام الليل انت في عيد، وانت صايم انت في عيد، وانت بتتلو كتاب الله انت في عيد، وانت تذكر الله انت في عيد، وانت بتبر امك وابوك وبتصل ارحامك وبتكرم اليتامى والفقراء انت في عيد. وفوق ده كله قبل ده كله احسن الظن بالله، واحمد المولى عز وجل واشكر الله عز وجل على إنه هو اللي وفقك لكل هذه الطاعات اللي احنا حكيناها ديت. لأنه إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك أنت في الطاعة وغيرك عايش في المعصية، أقامك أنت في الخير ده كله وغيرك عايش في غفلة وبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كانت هذه جملة من الأشياء التي نفعلها في شهر ذي الحجة، هذا بالإضافة إلى الدلالة على الخير. أنت على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو غير ذلك من وسائل السوشيال ميديا، انشر الخير، ابذل الناس النصيحة، انشر روح التفاؤل والأمل في قلوب الناس المحبطة في هذه الأيام، علم الناس دين الله سبحانه وتعالى، أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لكن أؤمر بالمعروف بكل رحمة ومعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر ولا غلظة ولا شدة، وهكذا انشر الخير بين الناس وأحسن الظن بالله، واسأل المولى عز وجل القبول. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.